لندن. هيئة الإذاعة البريطانية، وقد أعلن دقات بيج بن تمام 9 بتوقيت جرينتش موعد آخر نشرات الأخبار لهذا اليوم. يقرأها لحضراتكم أيوب صديق، مستهلا إياها بالمقدمة. 11 دقيقة بعد 4 صباحا بتوقيت جرينتش هنا في لندن. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا لندن 2:00 تماما بعد الظهر بتوقيت جرينتش. موعدكم الآن سيداتي سادتي مع نشرة الأخبار يقرأها محمد صالح الصيد. في هذه النشرة: القوات العراقية تغزو الكويت وتعبر الحدود خلال الليل. 9 بتوقيت جرينتش. تحية لكم يا سادة من لندن BBC، وهذه نشرة الأخبار يقرأها محمود المسلمي. الواحدة بتوقيت جرينتش هنا لندن. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار يقرأها حسام أحمد شبلاق. هنا لندن 1 بتوقيت جرينتش. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولا نشرة الأنباء يقرأها رشاد رمضان. لا أنسى أبدا هذه الحادثة عام 73 عندما هرع إلى الاستوديو من غرفة الأخبار الرئيسية إبان قراءة النشر الرئيسية محرر إنجليزي وبيده خبر وصل للتو بالإنجليزية، لم يكن مترجما، وضعه أمام ناظري وانصرف. BBC تقدم ملفات الحرب الباردة، سلسلة وثائقية يعدها ويخرجها نور الدين زرقي. العالم هذا الأسبوع. يستضيفكم حسن معوض إعدادا وإخراجا. معكم على الهواء مباشرة إسماعيل طه. أهلا بكم جميعا. حان موعدنا الآن مع العلامة حسن الكرمي وقول على قول. من القائل: أفاطمة لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى. هذا البيت مشهور، وهو من قصيدة يقال إن قائلها رجل اسمه بشر بن عوانة العبدي. سرحان من القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية، وهذا هو منهج اتبعني الجديد Revised Follow Me، وهو الأكثر رواجا لتعليم اللغة الإنجليزية في المملكة العربية السعودية والبلاد العربية. منهج اتبعني الجديد Revised Follow Me هو فكرة جديدة تماما في الدراسة الذاتية، لأنه يعتمد 11 دقيقة بعد 4 صباحا بتوقيت جرينتش هنا في لندن. غروزني، استمرار القتال الضاري في جمهورية شيشان. غزة، المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية. المنامة، قمة الدول الخليجية. بلغراد، مهمة كارتر في البوسنة. لندن، أقوال الصحف. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن لندن القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية نواصل سيداتي وسادتي تقديم هذه الجولة الإخبارية، وهي الجولة الأولى في العالم صباح هذا اليوم. واليوم هو الأربعاء 19 من شهر رجب من عام 1415 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق لل21 من شهر كانون الأول ديسمبر من عام 1994 للميلاد.
نشرة الأخبار من BBC. الحادية عشرة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من BBC. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن بلاده هي الأقل استفادة من حلف شمال الأطلسي، وينتقد تصريحات الرئيس الفرنسي قبيل قمة حلف الناتو في لندن. مقتل 30 مدنيا سوريا على الأقل في عدة غارات شمال البلاد وفقا لمصادر سورية. مفاوضات في العراق لتشكيل حكومة جديدة، والولايات المتحدة تدين ما قالت إنه استخدام مروع للقوة ضد المتظاهرين في جنوب البلاد. أمريكا تفرج عن مساعدات عسكرية للبنان بما يزيد على 100 مليون دولار كانت قد جمدتها منذ شهر. ومنظمة العفو الدولية تقول إن 4,500,000 شخص من ذوي الإعاقة في اليمن يتعرضون للتجاهل والخذلان. تفاصيل الأنباء من BBC يقرأها عليكم محمد عبد الحافظ. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي قال فيها إن حلف شمال الأطلسي الناتو يعاني من سكتة دماغية. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ إن فرنسا من أكثر الدول حاجة إلى حلف الناتو. لا أحد يحتاج إلى الناتو أكثر من فرنسا، وبصراحة فإن الولايات المتحدة هي الأقل استفادة من الحلف، ولهذا السبب أعتقد أنه من الخطير أن تدلي فرنسا بهذه التصريحات وتقلل من دور الحلف. هذا وقبيل أن تبدأ قمة الناتو التي تحيي الذكرى 70 لتشكيل التحالف أعمالها في لندن، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا ستعارض خطة الحلف للدفاع عن دول البلطيق إذا لم يقر الحلف بأن أنقرة تقاتل جماعات إرهابية في سوريا. إذا لم يصنف شركاؤنا في حلف الناتو من نعتبرهم إرهابيين ونحاربهم في سوريا، إذا لم يصنفوهم كمنظمات إرهابية فعذرا سنقف ضد الإجراءات التي ستتخذ في البلطيق. وأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه لن يدعم تصنيف وحدات حماية الشعب الكردية كإرهابيين، وقال إن على تركيا أن تتوقف عن إعاقة خطة حلف الناتو للدفاع عن دول البلطيق وبولندا. قتل 30 مدنيا سوريا على الأقل في عدة غارات شمال سوريا حسب ما أفادت التقارير الواردة من هناك، وتفيد الأنباء بمقتل 19 شخصا في ضربات جوية للحكومة السورية والروسية استهدفت عدة مواقع في محافظة إدلب. وفي الشمال السوري أفادت الأنباء بمقتل 11 مدنيا بينهم 8 أطفال في قصف مدفعي تركي استهدف مدينة تل رفعت الواقعة تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في محافظة حلب شمال البلاد. أعلن البرلمان العراقي تأجيل جلسة كانت مقررة اليوم لمناقشة قانون الانتخابات والمفوضية المستقلة إلى إشعار آخر، ويجري السياسيون العراقيون مفاوضات للتوصل لاتفاق على تشكيل حكومة جديدة فيما تتواصل الاحتجاجات المناهضة للسلطة وما يراه متظاهرون من نفوذ إيراني. وكانت الولايات المتحدة قد أدانت أمس ما وصفته بالاستخدام المروع والشنيع للقوة ضد المتظاهرين في جنوب العراق، داعية إلى التحقيق ومحاسبة من قالت إنهم يحاولون تكميم أفواه المتظاهرين السلميين بوحشية.
أفرجت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مساعدات عسكرية للبنان بما يزيد على 100 مليون دولار كانت قد جمدتها قبل نحو شهر دون إعطاء أي تفسير. ولم تكشف إدارة ترامب السبب الذي دفعها إلى تجميد المساعدة العسكرية للبنان، فيما يقول حزب الله اللبناني إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على الحكومة اللبنانية لعدم تمثيل الحزب في الحكومة الجديدة. تستمعون إلى نشرة الأخبار من BBC. قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة إن 4,500,000 شخص من ذوي الإعاقة في اليمن يتعرضون لما قالت إنه تجاهل وخذلان في ظل 5 سنوات من الحرب الأهلية في البلاد. وركزت منظمة العفو الدولية على بعض رحلات النزوح الشاقة التي يقوم بها الأشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة إلى حالات ترك فيها بعضهم حيث فصلوا عن عائلاتهم وسط حالة الفوضى المصاحبة للفرار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وعلى الرغم من أنه لا يحب شركات مثل فيسبوك وجوجل، إلا أنه إذا كان هناك من سيقوم بفرض ضرائب عليها فستكون أمريكا وليس فرنسا. وقالت فرنسا إن الرسوم الجمركية الأخيرة التي تهدد أمريكا بفرضها على صادرات فرنسية وتصل إلى 2,400,000,000 دولار غير مقبولة. وحذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير واشنطن مما وصفه برد قوي من الاتحاد الأوروبي. توقعت الأمم المتحدة أن يشهد العالم خلال العقد الجاري ارتفاعا في درجات الحرارة هو الأعلى في التاريخ، وذلك في تقييم سنوي بشأن كيفية تجاوز سرعة التغير المناخي قدرة البشر على التكيف معه. وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العالية كانت هذا العام حتى الآن أعلى ب1.2 درجة مئوية من معدل عصر ما قبل الثورة الصناعية، ما يضع 2019 بين السنوات الثلاث الأشد حرارة في التاريخ. توج الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب كرة قدم في العالم للمرة السادسة في تاريخه. وتفوق ميسي بهذا على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس. وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح في المركز الخامس والجزائري رياض محرز في المركز العاشر. نهاية النشرة. هنا لندن، يستمعون الآن إلى نشرة خاصة من BBC. مساء بتوقيت جرينتش. أسترازينيكا يثير المخاوف مجددا، ولكن هذه المرة في المملكة المتحدة بلد المنشأ. موضوع النزوف الدماغية هذا هو القسم اللي استدعى الاهتمام، والملايين يقضون عيد الفصح في ظل قيود كورونا. هذه نشرة أخبار كورونا من BBC، معكم فيها آلاء رجائي، وفيها أيضا إغلاق جديد في لبنان. اللبنانيون يعني ملتزمون إلى حد ما اليوم. أهلا بكم. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولا نشرة الأنباء يقرأها رشاد رمضان. وقال سير جيفري هاو إن موقفنا هو أيضا الاستعداد للاعتراف بحق إسرائيل في وجود آمن، وكذلك الاستعداد من جانبنا للقيام بأي شيء نستطيع بموضوعية القيام به لمساعدة هؤلاء الذين يريدون الدعوة إلى هذه الحقوق بأسلوب سلمي. والآن إلى قضية أخرى، فقد طلب الرئيس المصري حسني مبارك من الرئيس الأمريكي رونالد ريغان اعتذارا علنيا عن اعتراض الطائرة المصرية التي كانت تقل مختطفي السفينة الإيطالية كاليلارو.
ويقول جاك تومسون مراسلنا في العاصمة المصرية في تقرير له من القاهرة، يقول إن من الواضح أن الرئيس المصري غير مقتنع بالتفسير الذي جاء على لسان السفير الأمريكي في القاهرة نيكولاس فاليوتس لتلك الخطوة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية. ويمضي في تقريره عن ذلك فيقول: قال الرئيس مبارك في حديث أدلى به للمراسلين الصحفيين بعد لقاء أجراه مع قادة الحركات التي تمثل الشباب المصريين، قال: إنني لم أتلقى اعتذارا مناسبا من الرئيس الأمريكي. وأضاف: إن من الضروري أن يقدم اعتذار إلى الشعب المصري برمته، لا أن يقدم مجرد اعتذار شخصي. وأضاف الرئيس المصري قائلا: إنه لم يطلع حتى الآن على فحم الرسالة التي وجهها إليه الرئيس ريغان عن طريق السفير الأمريكي في القاهرة. ومضى قائلا: إنني أشعر بضيق شديد. وكان السفير الأمريكي قد أصدر بيانا يوم أمس حاول فيه شرح الأسباب الكامنة وراء اعتراض الطائرة المصرية. قال السفير الأمريكي إنه على الرغم من أنه يشعر بالأسف لأن ذلك الإجراء كان ضروريا، فإنه لم يتخذ إلا مع التردد الشديد. بيد أنه لوحظ في القاهرة أن السفير الأمريكي لم يعتذر عن إرغام الطائرة المصرية على الهبوط في قاعدة تابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي في جزيرة صقلية. وقال السفير الأمريكي إنه ليست للولايات المتحدة الأمريكية أي مصلحة في إثارة مشاعر الحكومة المصرية أو الشعب المصري، إلا أن نتائج اعتراض الطائرة المصرية تبرر تماما الثقة التي أولتها الحكومة الأمريكية لقدرة طياريها على أداء هذه المهمة على نحو سليم. ومن الواضح أن هذا التفسير لم يقنع الرئيس مبارك، وهو ما زال يطالب باعتذار علني كامل من الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، كما قال إن علاقات مصر بالولايات المتحدة لن تعود إلى طبيعتها ما لم يحصل على ذلك الاعتذار. غادر العقيد معمر القذافي الزعيم الليبي موسكو بعد زيارة لها دامت 5 أيام، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها لموسكو منذ عام 81. وكان قد وقع مع ميخائيل غورباتشوف الأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي في وقت سابق على اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والتجاري بين الاتحاد السوفيتي والجماهيرية الليبية، كما توصلا إلى اتفاق بشأن إجراء مشاورات سياسية فيما بينهما. هيو سكوفيلد من هيئة الإذاعة البريطانية يستعرض مدلولات هذه الزيارة في التقرير التالي. إن اتفاق التعاون هذا الذي جاء في نهاية ما وصف بأنه زيارة رسمية ودية، وبعد محادثات وصفت بأنها تمت في جو من الصداقة والتفاهم المشترك، هو اتفاق قد ينظر إليه على أنه خطوة أخرى تعزز الصلات القوية أصلا بين ليبيا والاتحاد السوفيتي، إذ أن ليبيا في نهاية الأمر هي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي، بينما تعتمد ليبيا من جانبها على الدولة العظمى المؤيدة لها بتزويدها بحوالي 90% من أسلحتها. ويشترك البلدان كلاهما في مناوئتهما للغرب، ولكن يجري تقييم النتيجة الإجمالية للزيارة ليس على أساس ما تم التوقيع عليه أو ما لم يتم التوقيع عليه، إذ لم يرد ذكر على الإطلاق لمعاهدة الصداقة والتعاون التي يعد بها الجانبان كلاهما منذ عام 1983. إذ تحبذ موسكو التوصل إلى مثل هذه المعاهدات مع البلدان التي تعتبرها بلدانا حليفة آمنة يمكن الاعتماد عليها. وللاتحاد السوفيتي 3 معاهدات من هذا النوع مع سوريا والعراق واليمن الجنوبي. ولكن العقيد القذافي امتنع في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم عن التعليق على سبب عدم تحقيق ليبيا على ما يبدو تقدما بشأن هذه القضية. ولا بد من التساؤل عن أي من الجانبين هو الأكثر تمنعا عن إلزام نفسه بمعاهدة شاملة النطاق. فقد أعلن العقيد القذافي من جانبه في مناسبات كثيرة عن معارضته للشيوعية،
وهو أمر لا يمكن أن يجعله محببا لدى الاتحاد السوفيتي. ومن جهة أخرى فإن من الواضح أن الزعامة السوفيتية لا توافق على بعض التصرفات والأعمال المتسمة بالمغامرة من جانب العقيد القذافي. وبالإضافة إلى هذا فإن الجانبين يختلفان بخصوص قضايا عديدة في الوقت الحاضر. ففي حرب الخليج تدعم ليبيا مع دول قليلة أخرى تدعم إيران، بينما تحافظ روسيا من جانبها على حياد علني لكنها تزود العراق بأسلحة. وبالنسبة إلى القضية العربية الإسرائيلية فإن موقف ليبيا المعارض من دون مهادنة لوجود إسرائيل ذاته يذهب إلى أبعد بكثير من دعوة روسيا إلى مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لضمان عودة إسرائيل إلى الحدود التي كانت قائمة قبل عام 1967. وقال العقيد القذافي في مؤتمره الصحفي صباح اليوم، قال إن السلام في الشرق الأوسط سيكون مستحيلا ما دامت دولة إسرائيل مستمرة في الوجود. وقد امتنع العقيد القذافي في سياق رده على أحد الأسئلة عن تأييد دعوة الاتحاد السوفيتي لمؤتمر دولي. ومن التعقيدات الإضافية أن زيارة العقيد القذافي تأتي في وقت يحاول فيه الاتحاد السوفيتي تحسين روابطه مع أجزاء أخرى من العالم العربي. إذا قام الاتحاد السوفيتي في الشهر الماضي علاقات دبلوماسية مع دولة عمان الخليجية المحافظة تقليديا. وادعت صحيفة الوطن الكويتية في نبأ نشرته في عددها الصادر اليوم أن المملكة العربية السعودية أعطت ضوءا أخضر لجميع شركاتها في مجلس التعاون الخليجي بإقامة صلات مع روسيا. وبالنظر إلى هذه البوادر فإن موسكو يمكن أن تشعر بأن ارتباطا أوثق مما ينبغي مع ليبيا قد يعرض للخطر تحقيق حالات تقدم أخرى أكثر فائدة مع أجزاء أخرى أقل راديكالية من العالم العربي. من لندن القسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية تأتيكم هذه الجولة في العالم مساء هذا اليوم الاثنين. اختتم رئيس الوزراء السوداني الدكتور الجزوري دفع الله زيارة لمصر أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء المصري الدكتور علي لطفي وكبار المسؤولين المصريين، كما التقى مع الرئيس حسني مبارك. وقد تمت هذه الزيارة في وقت أثيرت فيه تساؤلات عن مستقبل العلاقات مع مصر، لا سيما بعد تقارب العلاقات بين السودان والجماهيرية الليبية. ولهذه المناسبة تحدث رئيس الوزراء السوداني في لقاء خاص مع هيئة الإذاعة البريطانية أجرته مكاتبتنا في القاهرة سناء السعيد. تحدث عن الأوضاع الداخلية في السودان وعلاقات السودان العربية والدولية. وقد أجاب رئيس الوزراء السوداني أولا عن سؤال عما يقوله بعض المراقبين، وهو أن التغيير السياسي في السودان بعد انقلاب نيسان إبريل الماضي لم ينجح حتى الآن في التغلب على المشكلة الاقتصادية أو في حل مشكلة الجنوب. رد الدكتور جزوري دفع الله بقوله: لو سمحتي أحب أن أصحح، لم يكن الذي حدث في السودان لم يكن انقلابا، وإنما كانت ثورة شعبية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. ثورة صنع الشعب السوداني بجميع أحزابه وفئاته، وانحازت إلى هذا الشعب قواته المسلحة. أما حديثك عن أن الأوضاع لم تتغير وأن شيئا في السودان لم يتغير، فاعتقادي أن الكثير في السودان قد تغير. أننا في السودان الآن لدينا نظام ديمقراطي يسمح بحرية التعبير وحرية التفكير وحرية التنظيم، ولدينا نظام وضعي مستقل، ولدينا استقلال في الجامعات وفي البحث العلمي. ثم أننا في السودان قد خطونا خطوات كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادي، ولكن لسنا من البساطة أو من السذاجة أن نعتقد أن أشهرا في عمر أمة يمكن أن تصلح ما أفسد في سنوات. أما مشكلة الجنوب وهي مشكلة معقدة، وهي مشكلة قومية تستنزف الجهد والمال والدم. فمنذ أن تفجرت هذه الثورة أعلنا وقف النار من جانب واحد، ثم أعلنا العفو العام، ثم كتبت خطابا لجون جرانج أدعوه للحوار، ثم
أصدرنا بيانا سياسيا وضحنا فيه التزامنا بالديمقراطية والتزامنا بالحوار واعترافنا بالثقافات الموجودة بالسودان وبالتباين في التنمية وبالتباين في توزيع الثروة. ثم دعونا الجميع إلى مؤتمر قومي لحل مشكلة الجنوب، ونحن الآن نعد لهذا المؤتمر. إذا كما ترين قد خطونا خطوات في عدة ميادين. بعد ثورة أبريل نلاحظ بأن السعي نحو علاقات متقاربة مع السوفيت قد يظهر علاقات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فما هي الحقيقة أيضا وراء ذلك؟ لا أعتقد أن إقامة علاقات متوازنة بين الدول ينبغي أن يكون على حساب دولة دون أخرى. إنما نحن قد أعلنا أننا مع حركة عدم الانحياز وأننا بعيدا عن المحاور والاستقطاب، ولكننا نمد بالصداقة للجميع بما يصون استقلالنا ومصلحة شعبنا. دولة الرئيس الدكتور جدولي طبعا نظر الكثيرون إلى التقارب مع ليبيا على أن فيه تقليص للتقارب مع مصر، ما هي وجهة نظركم؟ لا أعتقد أن علاقتنا مع ليبيا وهي دولة عربية وهي جارة موظف أو يستخدم ضد مصر أو ضد دولة عربية أو حتى ضد دولة أخرى جارة، إنما من واقع الحال في السودان ومن مصالح السودان أن يقيم علاقات حسن جوار مع ليبيا وهي بلد عربي، ولكن ليس ذلك موجها نحو علاقتنا مع مصر ولا بديلا عنها، لأن علاقتنا مع مصر تبقى محافظة على خصوصياتها وعمقها وبعدها التاريخي والجغرافي والإنساني وحبها المتبادل. إذا لا تضارب بين العلاقتين. رئيس الوزراء السوداني الدكتور الجزولي دفع الله. والآن إلى المغرب، حيث ينفع أمام المحكمة في مدينة مراكش في جنوبي المغرب 13 من المسلمين الأصوليين بتهم التخريب والتآمر ضد نظام الحكم الملكي. مكاتبنا في المغرب ستيفن هيوز وفانا بالمزيد من تفصيلات ذلك. هذه هي المحاكمة الثالثة خلال 18 شهرا للمسلمين الأصوليين المتهمين بالتخريب في المغرب، وكان أكثر من 100 شاب قد أدينوا في محاكمتين سابقتين في الدار البيضاء، كما حكم على 27 آخرين بالإعدام رميا بالرصاص، ولكن لم ينفذ حكم الإعدام بهم حتى الآن. ويقال إن زعيم هذه الجماعة من المسلمين الأصوليين في مراكش هو عبد العزيز النعماني الذي سيحاكم غيابيا. وكانت المحاكم المغربية قد حكمت عليه بالإعدام غيابيا مرتين. كانت أول مرة بسبب صلته باغتيال عمر بن جلون رئيس تحرير الصحيفة اليومية لحزب المعارضة الاشتراكي، وكانت المرة الثانية في العام الماضي، وذلك عندما قدم للمحاكمة 70 من المسلمين الأصوليين. ويذكر أن عبد العزيز النعماني زميل لعبد الكريم مطيع، وهو زعيم آخر من زعماء المسلمين الأصوليين سبق أن حكم عليه بالإعدام 3 مرات. كانت المرتان الأوليان منهما لدى محاكمة وإدانة النعماني، وكانت الثالثة منذ حوالي شهر عندما وجهت إليه تهمة تزعم فئة من الرجال ذكر أنهم هربوا الأسلحة والمتفجرات إلى المغرب من الجزائر. والمعروف أن عبد العزيز النعماني وعبد الكريم مطيع قد حكم عليهما غيابيا وهما يعيشان في الخارج منذ حوالي 10 سنوات. وتوحي العقوبات القاسية التي أوقعت بأنصارهما حتى الآن توحي بأن السلطات المغربية مصممة على تصفية المسلمين الأصوليين المتشددين الذين يشكلون تحديا لسلطة الملك الحسن عاهل المغرب. ويقول عاهل المغرب إنه من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويلقب نفسه بأمير المؤمنين، وبذلك يعتبر الزعيم الزمني والروحي للمغرب، حيث ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة. وقد ذكر أن عبد العزيز النعماني انفصل عن عبد الكريم مطيع واتهمه بالتحالف مع الجزائر وإيران، وذلك بعد أن اشترك معه لعدة سنوات في حركة الشبيبة الإسلامية السرية. كما ذكر أن النعماني أسس جماعة منافسة باسم حركة المجاهدين تستأثر هي الأخرى باهتمام الشبيبة، وتتراوح أعمار الشبان المقدمين للمحاكمة في مراكش بين 20 و30،
وقد اتهموا بتوزيع منشورات سرية كتبها النعماني ويدعو فيها المغاربة للثورة ضد نظام الحكم الملكي. ولم يعثر على أي أسلحة معهم على ما يبدو، على خلاف الذين حكموا في الشهر الماضي في الدار البيضاء وصدرت لديهم أسلحة رشاشة ومسدسات ومتفجرات كانت في حوزتهم، واتهموا بتهريبها من الجزائر حيث يتلقون التدريب العسكري. ويبدو لأول وهلة أن الخلاف الأساسي بين الجماعتين الإسلاميتين هو أن عبد الكريم مطيع يستهدف الإطاحة بنظام الحكم الملكي بقوة السلاح وربما بمساعدة الجزائر وإيران، بينما لم يتجاوز النعماني وأنصاره وحتى في محاكمتهم في مراكش إلى الآن مرحلة الدعاية. والآن إلى لندن، حيث بدأ رئيس الوزراء الهندي راجيف غاندي محادثات شاملة مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر هذا اليوم، وهو اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى بريطانيا التي تدوم يومين. وقد اتخذت إجراءات أمن مشددة لضمان سلامة رئيس الوزراء الهندي مما يمكن أن يقوم به المتطرفون السيخ والكشميريون. هارولد برايلي كتب لنا التقرير التالي عن ذلك. فرض رجال الشرطة والجنود إجراءات أمن مشددة لحماية مستر راجيف غاندي رئيس وزراء الهند منذ اللحظة التي وصل فيها إلى مطار هيثرو في لندن. وقد تناول طعام الغداء مع العميد تشارلز وأجرى الجولة الأولى من المباحثات مع مسز مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء. وبالرغم من أن زيارة راجيف غاندي تعتبر تأكيدا لتحسن العلاقات بين الهند وبريطانيا، إلا أنه ما تزال هناك خلافات بين البلدين حول عدد من المسائل. وتحاول بريطانيا أن ترد على انتقاد الهند بأنها أخطأت في الحد من نشاط أفراد طائفة السيخ ومواطني كشمير المتطرفين الذين يعيشون في بريطانيا والذين يدعون إلى استخدام العنف ضد الهند، وذلك منذ اغتيال انديرا غاندي رئيسة وزراء الهند الراحلة في دلهي منذ حوالي عام. وكانت السلطات البريطانية قدمت للمحاكمة فعلا عددا من المتطرفين لدى انتهاكهم القاعة، وذلك طيلة زيارة رئيس وزراء الهند في بريطانيا. ومن جهة أخرى نظم أفراد من طائفة السيخ وحكومات صاخبة ضد زيارة راجيف غاندي إلى لندن. وفي نفس الوقت يرغب رئيس وزراء الهند في أن تبذل مسز تاتشر جهودا أكبر لحماية أغلبية الجالية الهندية التي تعيش في بريطانيا وتحترم القانون وتناهض أعمال الشغب والاضطرابات التي وقعت في عدد من المدن البريطانية مؤخرا. وأن فيما يتعلق بالموضوعات الدولية فسيتبادل مسز غاندي ومسز تاتشر وجهات النظر. والمعروف أن للهند وبريطانيا موقفين متعارضين فيما يتعلق بسياسة التمييز العنصري التي تنتهجها حكومة جنوب أفريقيا. وسيكون هذا الموضوع على رأس جدول أعمال مؤتمر قمة دول الكومنولث الذي سينعقد في جزر البهاما والذي ستشارك فيه مسز تاتشر ومستر راجيف غاندي. وكان رئيس وزراء الهند قد انتقد بريطانيا لفشلها في تأييد فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق ضد جنوب أفريقيا. وفي ختام هذه الجولة سيداتي وسادتي، هذه نشرتنا المالية المعتادة كما جاءتنا من القسم الدولي في بنك ناشونال ويستمنستر. كان التعامل في الدولار الأمريكي هذا اليوم ضمن إطار ضيق جدا لأن السوق المالية الأمريكية في عطلة رسمية، كما انعكس هذا الهدوء على أسواق العملات الأخرى. وفي هذه الأثناء ظلت قيمة الجنيه الاسترليني ومعظم العملات الرئيسية الأخرى وكذلك أسعار الفائدة على حالها. في بقية النشرة أسعار العملات بلغت قيمة الجنيه الاسترليني هذا اليوم من الدولار دولارا واحدا و41 سنتا و37% من السنت. الدولار الأمريكي قيمته من العملات الرئيسية الأخرى كما يلي: 2.65% من الماركات الألمانية، 8.10% من الفرنكات الفرنسية، 2.18% من الفرنكات السويسرية، و215 ينا وربع الين ياباني. أسعار الفائدة عن ودائع اليورو دولار عن 3 أشهر 8.8%، عن 6 أشهر 8.5%. الفائدة عن ودائع اليورو استرليني عن 3 أشهر 11.5%،
وعن 6 أشهر 11.4%. الفائدة عن ودائع حقوق السحب الخاصة لدى المصارف التجارية عن 3 أشهر 7.15 على 16%، عن 6 أشهر 8%. السعر الفوري لكل واحد من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي قيمته هذا اليوم $1.06. سعر أونصة الذهب في لندن $326.65. أما سعر أونصة الفضة فقد كان هذا اليوم $6.22. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي جولتنا وإياكم في العالم مساء هذا اليوم، إلى أن نلتقي بحضراتكم مساء غدنا الثلاثاء كالمعتاد في 6:15 بتوقيت جرينتش بإذن الله. لكم أطيب تحية من مخرج البرنامج عارف أحمره، وهذا ماجد سرحان يحييكم من لندن. استمعنا سيدتي سادتي إلى أغنيتين بصوت عبد الحليم حافظ، وغنتنا شادية الشابة حتة سكرة في ألحان بليغ حمدي ومن كلمات عبد الرحمن الأبنودي. هنا لندن، ندوة المستمعين. لقاء يومي مع رسائلكم، مع أفكاركم، مع اقتراحاتكم وخواطركم، مع المستمع العربي في كل مكان. ومعكم في هذا البرنامج رشاد رمضان. صديقي، من منا لا ينشد عيش السعداء ويبحث عن طريق النجاح وينقب عن ضروب التفوق في الحياة؟ من منا لا يريد الرقي والعلو والسمو إلى آفاق العبقرية والنبوغ. من منا لا يريد القدر الكبير من الحظ والقدر الوفير من الذكاء. والسعادة يا صديقي العزيز ليست في وفرة المال ولا سطو الجاه ولا كثرة الولد ولا نيل المنفعة، لأن السعادة شيء معنوي لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم ولا بما تحتويه الخزائن، ولا يشترى بالدينار ولا بالدولار. لكن السعادة يا صديقي ويا صديقتي شيء يشعر به الإنسان بين جوانحه، صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير، شيء ينبع من داخل الإنسان ولا يستورد من خارجه. وإذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية والقلب الإنساني، فإن الإيمان بالله وبالدار الآخرة هو ماؤها وغذاؤها وهواؤها وضياؤها. ولقد فجر الإيمان في قلب الإنسان ينابيع للسعادة، لا يمكن أن تفيض ولا أن تتحقق السعادة بغيرها. هي ينابيع السكينة والأمن والأمل والرضا والحب. والواقع أن السعادة الكاملة هي نبت الإيمان، فطوبى لكل مؤمن، فهو وحده الذي يحمل وهو حي حياته الأخرى.
وابتسامات وضحكات. سأل أحدهم زميله: أين ستقضي إجازة الصيف هذا العام؟ في البحرين. في البحرين؟ ده أنت لازم بقى تاخد معاك مايوهين. راحت ريفية عجوز تشكو سرقة حمارها فسألها الشرطي: وأين تركت الحمار؟ تركته في الزريبة، وعلى يمينه ربطت الكبش كهذا السيد على يمينك، وعلى يساره ربطت العنزة كهذه المرأة على شمالك، أما الحمار فقد ربطت. خلاص انتهينا، عرفنا مكان الحمار. سأل الطبيب المريض: من أي شيء تشكو؟ عندما أمشي يا دكتور أحس بتعب شديد، فما العلاج؟ لا بسيطة، خد تاكسي يا ابني. هذه النادرة. ذهب الذئب في الصباح ليبحث عن فريسة له ولذئبته. مر الذئب على كوخ بالغابة فسمع امرأة تقول لطفلها: اسكت وإلا ألقيت بك من النافذة فيأكلك الذئب. فجلس الذئب طول النهار عند النافذة ينتظر، ولما أقبل المساء سمع المرأة تقول لطفلها: إنك الآن هادئ وجميل، فإذا جاء الذئب ليأكلك قتلناه. سمع الذئب ذلك وعاد إلى منزله جائعا، فسألته زوجته: لماذا عدت من غير طعام ها؟ لأني صدقت كلام امرأة. المعلم إلا أبي الطالب: ابنك يا ابو محمد ما بيعرفش لا يضرب ولا يطرح. ازاي الكلام ده يا استاذ؟ ده انا بنفسي شايفه امبارح بيضرب ابن جارنا ويطرحه على الارض. قال القاضي للمتشاجر: طيب وبعد ما ضربك كف؟ ضربني تالت كف يا سيادة القاضي. الله، انت تقصد يعني تاني كف؟ لا، ما هو تاني كف كان مني انا. وضع المعلم أمام تلاميذه صورتين، الأولى تمثل بقرة بيضاء اللون والثانية سوداء، وسألهم: ماذا تعطينا كل من البقرتين؟ البقرة البيضاء تعطينا الحليب يا أستاذ. والبقرة السوداء ماذا تعطينا؟ البقرة السوداء تعطينا القهوة يا أستاذ. قرأ أحد العاطلين عن العمل إعلانا في صحيفة خيرية يقول: هل تود كسب أموال طائلة وأنت في بيتك؟ أرسل حوالة بريدية بقيمة $5 يأتيك الجواب. وفعل الرجل العاطل عن العمل ذلك وأرسل الحوالة، وبعد أسبوع جاء الرد التالي: افعل بالآخرين ما فعلته أنا بك يا مغفل. احتفل أحد المحامين بافتتاح مكتبه الجديد، ودعا مجموعة من الأقارب والأصدقاء، وأثناء الحفل سأله أحد المدعوين في مشكلة. إذا كان رجل يملك طاووسا ودخل هذا الطاووس حديقة الجار ووضع بيضة هناك، فمن حق من تكون البيضة؟ من حق صاحب الطاووس أم من حق صاحب الحديقة؟ هذه قضية سهلة يا صاحبي، ستكون البيضة من حق صاحب الطاووس بالطبع. ده انت محامي عظيم والله يا صاحبي. هو الطاووس بيبيض يا ابني؟ كوكتيل.
جاء غلام إلى الموسيقار العظيم موتسارت وسأله: ماذا أفعل لكي أكتب سيمفونية؟ إنك ما زلت صغيرا يا بني، فلما لا تبدأ بتأليف ألحان بسيطة؟ ولكنك ألفت سيمفونيات حين كنت في العاشرة. هذا صحيح، ولكني لم أسأل كيف أؤلفها. لم ينطق أحد بكلمة وطنية أروع من تلك الكلمة التي قالها بطل إنجلترا الخالد نيلسون. فكلما أقدم القائد نيلسون على معركة حربية كان يقول: لست آسفا إلا على أني لا أملك سوى حياة واحدة أضحي بها في سبيل وطني. منتهى الإقدام والشجاعة. وعلى ذكر الشجاعة، فجاء أحدهم شخصا بصفعة قوية على وجهه، فغضب الرجل إلى حد الجنون وسأل: أنا عايز أعرف، هل هذا مزاح أم جد؟ جد. لا كده كويس، لأن أنا ما بحبش المزاح. من أعجب نوادر النسيان قصة واقعية حدثت لأحد وزراء الحربية السابقين في دولة أوروبية. كان الوزير أعزب يقطر شقة في الطابق العلوي من عمارة شاهقة بغير مصعد كهربائي. كان من عادته أن يضع على باب الشقة لافتة تقول غائب أو حاضر تنبيها لزائريه. حدث يوما أنه صعد إلى شقته في ساعة متأخرة من الليل إثر حفلة ساهرة، فلما رأى اللافتة تقول غائب جلس على إحدى درجات السلم قائلا: غائب غائب، سأنتظر. ويبدو أن الصنف الذي تعاطاه كان من النوع الرديء، إذ لم ينقذه من هذا الموقف سوى أحد جيرانه الذي اتفق حضوره بعده. وحمدا لله أنه أصبح وزيرا للحربية سابقا. صديقي، غدا سيشرق النهار من جديد، وتبدأ الحياة دورة جديدة، لتفسح المجال للذين لم يبتسموا أن يغسلوا وجوههم بأمل جديد، بلحن جديد، بكلمة جديدة، مع ندوة جديدة. إلى اللقاء، مع تحيات ندى، فاروق، عفاف ورشاد. حان الآن موعدنا مع العلامة حسن الكرمي. قول على قول. سألني السيد هربال محمد من طنطان في المغرب يقول: من القائل وما المناسبة؟ ولو كان لي قلبان عشت بواحد، وأفردت قلبا في هواك يعذب. هذا البيت لشاعر اسمه عمرو الوراق، من أبيات 4 أوردها له الأغاني في الكتاب، وهي: فلو كان لي قلبان عشت بواحد، وأفردت قلبا في هواك يعذب، ولكنما أحيا بقلب مروع، فلا العيش يصفو لي ولا الموت يقرب. تعلمت أسباب الرضا خوف هجرها، وعلمها حبي لها كيف تغضب. ولي 1000 وجد قد عرفت مكانه، ولكن بلا قلب إلى أين أذهب. ورأيت في الكشكول للعاملي حكاية جاء فيها عن بعض الثقات أنه قال: وجدت في بعض أحياء بني عذرة لما نزلت فيها أن رجلا كان هناك من أجمل الرجال وجها وأحسنهم خلقا،
وكان في ذلك الوقت يحب فتاة حبا شديدا، فجئت إليه فوجدته ضعيف الجسم وأنحل من الخلال، وهو يوقد نارا تحت قدره ويردد أبياتا، وهو يقول في هذه الأبيات التي حفظتها عنه: فلا عنك لي صبر ولا فيك حيلة، ولا عنك لي بد ولا عنك مهرب، ولي ألف قلب قد عرفت طريقها، ولكن بلا قلب إلى أين أذهب؟ فلو كان لي قلبان عشت بواحد، وأفردت قلبا في هواك يعذب. وللحكاية بقية لا حاجة لنا بها. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من لندن BBC يقرأها محمد الصالح الصيد. قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش لBBC إن ساعات فقط تفصل غزة عن إعلان وقف دائم لإطلاق النار. عن هذا الإعلان يقول مراسلنا في غزة شهد الكاشف: تلقينا اتصالا هاتفيا من خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والذي يتواجد ضمن الوفد الفلسطيني في القاهرة، والذي أكد لBBC أننا يمكن أن نعلن أننا بعد ساعات سنكون أمام إعلان واضح ونهائي لوقف إطلاق النار. هنا لندن، يستمعون الآن إلى نشرة خاصة من BBC. مساء بتوقيت جرينتش. أسترازينيكا يثير المخاوف مجددا، ولكن هذه المرة في المملكة المتحدة بلد المنشأ. موضوع النزوف الدماغية هذا هو القسم اللي استدعى الاهتمام، والملايين يقضون عيد الفصح في ظل قيود كورونا. هذه نشرة أخبار كورونا من BBC، معكم فيها آلاء رجائي، وفيها أيضا إغلاق جديد في لبنان. اللبنانيون ملتزمون إلى حد ما اليوم. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولا نشرة الأنباء يقرأها رشاد رمضان. في هذه النشرة: ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية وإسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل يوقعان اليوم في القاهرة على اتفاق منح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا في أريحة وقطاع غزة. بعد حوالي 3 دقائق ينتهي إرسالنا على موجاتنا القصار والمتوسطة العاملة لهذا اليوم. نعود ونلتقي مع هذه الموجات غدا صباحا في 3:30 بتوقيت غرينتش إن شاء الله. أما إرسالنا على موجات الFM فيستمر حتى 3:30. سنلتقي في ذلك الموعد بمستمعينا على الموجات المتوسطة
المتوسطة والقصار. مرة أخرى حين نوجه إذاعتنا إلى الشرق الأوسط على الموجتين المتوسطتين 469 مترا بذبذبة 639 كيلو هرتز و417 مترا بذبذبة 720 كيلو هرتز. وكذلك إلى مستمعينا في الشرق الأوسط والخليج حتى 6 صباحا على الموجة القصار 19 مترا بذبذبة 15235 كيلو هرتز و25 مترا بذبذبة 11740 كيلو هرتز و22 مترا بذبذبة 13060 كيلو هرتز من 5:15 حتى 7:15 صباحا و31 مترا بذبذبة 9875 كيلو هرتز و9825 كيلو هرتز حتى 5:15. وإلى صعيد مصر والسودان وغرب السعودية على الموجة القصيرة 41 مترا بذبذبة 7140 كيلو هرتز و25 مترا بذبذبة 11740 كيلو هرتز. وتنضم إلينا في 5:15 صباحا موجتنا القصار الموجهة إلى المغرب العربي وشمال غرب إفريقيا وجنوبي الصحراء الكبرى 25 مترا بذبذبة 12040 كيلو هرتز و31 مترا بذبذبة 9825 كيلو هرتز و41 مترا بذبذبة 7325 كيلو هرتز. فحتى نلتقي بكم مرة أخرى تقبلوا مني محمد الصالح الصيد أطيب وأرق تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتصبحون على خير. هنا لندن، هيئة الإذاعة البريطانية.